السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه. اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم مع واحد حليوه سهله واقتصاديه. عندي هنايا الزبده ديال الحلوه، تكون بحراره المطبخ. عندي واحد الزلافه ديال السكر سنيده. عندي واحد الساشيه د الفاني. عندي واحد قبيصه د الملح. هاد الحلويات البنات درتها لوليداتي على حساب المدرسه. راكم عارفين دابا الدخول ديال المدرسه تيبغيو يدو معاهم حليوات. احسن لهم من هذاك البسطات ديال الحوانت، وهذا احسن تصايبي لهم حتى شي حاجه في الدار تكوني عارفه شنو كتعطي لوليداتك، شنو تياكلوا. الحلوه كما كانت تيحماقوا عليها الوليدات. كان معك هذيك الزبده مزيان مع السكر وديك الفانيليا. هنايا عندي واحد 4 البيضات. البنات غبرت عليكم شويه، راكم عارفين غير مع شي ظروف داكشي علاش ما بقيت حطيت حتى شي حاجه. والله العظيم تنفكر وكنبغي نحط شي حاجه، وملي تيكون شي ظروف ما صافي ما عندنا واحد السلافه ديال زيت المائده. انا كنقول للسيدات اللي دخلوا عندي جداد، اللي دخلت عندي جديده، كنقول لها دير ليا لايك وضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد. وكنشكر كاع بزاف ديال الناس اللي داخلين عندي ومدعميني، وكنشكرهم بزاف بزاف. صافي هنايا كندير الدقيق. هنايا الدقيق البنات راني ما عبرتوش، كندير عيني ميزاني. عندي واحد 2 شاشيات ديال خميره الحلويات، كنضيفو غير 2 فقط. صافي الدقيق تنديرو عندنا ميزاننا حتى كنجمعو تتبان لينا العجينه صافي تجمعات لينا، وهذا كنخليوها شويه رطبه. والدقيق يكون من النوع الجيد ديال الحلويات باش كتجي الحلوه هشيشه وزوينه. هاد الحلوه كتجي البنات زوينه وهشيشه، جربوها راه غادي تعجبكم. كما كتشوفوا الدقيق تنديرو بالتدريج شويه بشويه،
كنديروش دفعه واحده باش ما تجيناش قاصحه. صافي كما كتشوفوا هنايا راه ساليت من الدقيق. هنا كنحاول كنجمع غير داكشي اللي بقى ليا تمايا في التبصيل. كنحاول ديك العجينه كنديوها ونجيبوها بغيت كنهزو داك الدقيق كامل تنجمعوه. صافي كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كنتحصل عليه بحال هكا. كنخليها بين وبين، ما كنبغيش نقصحها بزاف. كما كتشوفوا ها هي الكويره كي تجي. غطيت هنا بواحد البلاستيك وجبت لاطه ديال الفران صافي. وغادي نبدا نشكل الحليوه ديالي. ندير الكويرات كما كتشوفوا، غندير لها تقريبا من الوسط غير بالاصبع ديالي. هاد العجينه غادي نخرج منها جوج ديال الشكيلات، وكتعطي واحد الكميه كثيره يا البنات. كتشوفوا هي ساليت اللاطه الاولى صافي. غادي ندخلها في الفرن. انا شعلت عليها من التحت، حتى كتقبض في راسها عاد باش كنشعل ليها من الفوق. هنايا غادي ندير حلوه ديال البوق على هذا الشكل هذا. كتجي زوينه على شكل ورده. هاد الحلوه هادي ديال البوق تيحماقوا على الوليدات الصغار، خصوصا ولادي انا بعدا ملي كندير هادي اكثر تياكلوا لي غير هادي ديال البوق. صافي انا غادي نكمل هذه. هي كملتها دابا غندخلها في الفران. هانتوما معايا، ها هي الحليوه الاولى اللي شاركت معكم. ها هي تحمرات تبارك الله، ويلا خرجتها من الفران باقا سخونه.
صافي هنايا غندوزو للتزيين. عندي هنايا الكوك والكوفيتير. هنايا داك الكوفيتير غنديرها في الجوانب باش نلصق عليها الكوك، ومن الوسط ندير لها الشكلاط. هنايا عندي الشكلاط الاسود، غنديرها في الوسط. تجي البنات غزاله تبارك الله. نتوما تزين لكم الاختيار، اللي عجبكم التزيين تيبقى اختياري. كاين اللي كيدير لها كاوكاو مهرمش عاد باش كيدير لها الشكلاط من الوسط، كتجي هكا كاينه كتجي زويونه. انايا جربت هذه درتها انا في الكوفيتير ودرتها في الكوك، في الاخر ما عجبتنيش صافي درت لها غير الشكلاط من الوسط. ما جاتش باينه ديك الوريضه ديالها. المهم هنا البنات كما كتشوفوا الحليوه ديالي ها هي كملتها. الشكل النهائي كيفاش تيجي، كتجي تبارك الله غزاله تبارك الله. دابا غندوزو نوجدو الحلوه الثانيه ديال القوياطات، وهانتوما معايا. هانتوما البنات كما كتشوفوا عندي هنايا بسكوي اولا هيرنيس، شديتها طحنتها مزيان. درت هاد النوع انا ديال البسكويت، نتوما اي نوع بغيتو ديروه. درت جوج باكيات طحنتهم مزيان. غادي نزيد عليهم الكوك. الكوك من الاحسن يكون من النوع الجيد اللي تيكون من الدم باش كيعطي واحد اللذه لهاد الحلوه ديالنا. غادي نجمع هذيك الهيرنيس غادي نجمعها غير بالكوفيتير. كاين اللي كيدير العسل، فضلت ندير الكوفيتير صراحه كتجي زوينه. انا هاد الحليوه هادي راه بنتي اللي دارتها، هي اللي بغات ديرها، قالت ماما ضروري نديرها وخلي نشاركها مع المشاهدين. قلت لها يلا، كانت حماقه على هاد الحلوه ديال القواطات وقلت لها يلا دوزي صايبيها. ولكن نحاولوا نجمعوا داك الخليط ديالنا مزيان، ندخلوه في داك الكوفيتير.
كما كتشوفوا هنا راه خلطتها مزيان. غادي نديرها في الثلاجة تشد راسها واحد شويه بين ما وجدت هذوك القويغطات ديالي في اللاطه. وهانتوما معايا وتشوفوا كيفاش ندير هاد الحليوه. هنا وجدت القويغطات ديالي. صافي جبت هنا الخليط ديالي باش بقى نحطهم هذوك القويغطات. هنا ديك العجينه كتبقى تلصق، كنحاولوا نثبتوها بالاصبع ديالنا. جربوها البنات، عرفتي كتجي لذيذه زوينه متشبعوش منها، واحد المذاق فيها تيحماقوا على الوليدات الصغار. المهم انا كنمشي كنصايب داكشي بشويه بشويه حيت كتلصق في الايد. هانتوما كما كتشوفوا هنا كملتهم. صافي دابا غنزيد عليهم الشكلاط الاسود ذوبته في الفران. هاو كما كتشوفوا الشكلاط عندي واجد. هنا الشكلاط البنات الا بغيتو يصدق ليكم ويجيكم دايب بلا ما ديروا فيه لا زيت ولا حتى شي حاجه، ما ديروش ليه كاع داك حمام مريم، كديروه في الزلافه وتخشوه في الفران حتى كتلقاو الشكلاط ديالكم داب. هنا كنهز غير بمعلقه صغيره، كنحاول تنهز شويه بشويه باش ما نوسخش هذوك الجوانب ديال القواغطات. راه ساهله ما فيها حتى شي صعوبه، ديروها للوليدات يديوها معاهم المدرسه. المهم انا غنبقى نفس الطريقه تنكمل هادشي وهانتوما معايا.
نتوما البنات ساليت الحلوى ديالي، هذا هو الشكل النهائي. زينتها بشويه ديال هذاك هي الميس اللي طحنت، درت عليها شو من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات اللي شاركت معكم. كنتمنى يعجبوكم، ولا جربتو مع البنات راه تعجبكم الحليوه. شو تبارك الله كي تجي هشيشه وكتذوب في الفم. وكنقدم لكم هاد الحلوى هادي بالصحه والراحه، وكنقول لكم ما تنساوش لايك. والناس اللي جداد اللي داخلين عندي اول مره يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. كنقول لكم شكرا، بسلام عليكم، مع فيديو جديد ان شاء الله.